أبنائي تلاميذ الصف الثاني لمدرسة أبطال العروبة الابتدائية للبنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا التربية الإسلامية، الدرس 14 صفحة 52 بالكتاب. موضوعها سورة الفلق. هاي سورة الفلق للشرح والحفظ، يعني نشرحها ولازم تحفظوها. هسه راح أقرأها وترددون وراي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. هذه سورة الفلق قلنا للشرح والحفظ، وهي 5 آيات. نجي إلى الكلمة معناها. أعوذ برب الفلق معناتها أستعين بالله الذي يظهر لنا نور الصباح. من شر غاسق إذا وقب معناها من الشر الذي يحدث إذا دخل الليل بظلامه. من شر النفاثات في العقد معناها من شر الذين يفرقون بين الناس بطرق مختلفة. من شر حاسد إذا حسد معناها من شر الذين يتمنون زوال النعمة عن الآخرين. لازم تفهموها زين معاني الكلمات. نجي إلى شرح هذه السورة. بعض الناس فيهم حسد وشر، والمسلم يدعو الله دائما أن يحفظه من الشر، من شر الذين يفرقون بين الناس بطرق مختلفة، ومن شر الذين يتمنون زوال الخير عن الناس. هذا معنات هذه الآية. أريدكم بالبيت درس الآخر تجون حافظيها هاي الآية، تمام؟ وبعدين هاي الكلمة معناها هم أسألكم بيها. مثل أسألك شنو معنات من شر حاسد إذا حسد، تقول لي من شر الذين يتمنون زوال النعمة عن الآخرين. تمام؟ من اللي عنده سؤال؟ ماكو؟ هاي بسيطة وسهلة وما تحتاج جهد منكم، بس مجرد أنه راح تقروها بالبيت وتحفظوها بسهولة.